لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل في الغريب تعالى معايا وانا اقول لك. جينا من المزرعه هنشوف بقى المعلم هياكلنا ايه، والحاجه اللي احنا شفناها. انت قلت لي في حاجه جديده، هاكلك اكل ما شفتوش. احنا عايزين نطبق بقى اللي احنا شفناه هناك اوريه لك هنا. طبعا احنا هناك شفنا في المزرعه احنا زارعين الطماطم زارعين الخيار، كل ده اورجانيك من عندنا من المطعم من المزرعه. تمام. طبعا الشغل ده برضك من عندنا هناك. جميل. انا جاي اوريك حاجات يعني ما حدش بيعملها الا في مطعم المسلم، بس مش هتلاقي غير في مطعم مسلم. جميل. زي مثلا الكوارع، طول عمرنا عارفين انها كوارع قطع وبنقعد نهوص ودنا تلزق. في ناس غاويه كده وبتحب كده. الناس بتحبها لكن انا سهلتها شويه على الزبون. ليه عملتها كده؟ بص بقى وصلتها لايه؟ ان انا بص كوارع بتفاصيلها بقى. انا عايزك تدوق، تقول لي ايه رايك. ما بتبردش ابدا، يعني ممكن تسيب دي الكوارع شويه هتاكل فته شويه، هتاكل شويه مش عارف ايه، ممكن ده تبرد. لا انا مش هتبرد، انت كمل، هتفضل شغاله معاك. وانت شغال يعني. طب انا اجيبها لك عندك بس. لا خليها. لا كاني بشربها من الحل. ده حاجه ثانيه بقى. الشوربه بتبان نظافه الكوارع، اللي هي لو فيها زفاره فيها حاجه، لا دي ما فيهاش اي حاجه. اللهم صل على النبي، نظيفه كمان يعني. بص بقى الكوارع بتبان نظافتها من الشوربه بتاعتها، ان هي بص ولا زفاره ولا. بص بتبقى بيضه ازاي. دوق تاني، انا عايز دوق تاني. جرب كده ودوق وقول لي. انا شايف في حاجات جايه. لا ده في حاجات جامده قوي. بص تفاصيل بقى حته الكوارع سامع ازاي الكوارع بتاعتنا. وده الكارع. بص النخاع بتاعه. طيب دلوقتي المشاهد اللي بيتفرج علينا عايز يعرف دي بكام؟ والله دي انا عامل عليها عرض. دي المفروض مدخن مع الفته بتاعتها بنزلها ب 100 جنيه، عاملين عليها عرض ب 80 جنيه. طب 80 جنيه عشان تعالى كل واتدفى ب 80 جنيه. 80 جنيه. عايز بقى اوريك حاجه ثانيه جديده. الجديد بقى عندي برضك بعمل نخاع بالزبده. بيعمل الزبده. بص ده ايوه ادخل عليها بالتقيل بقى. بص بقى يا حاج احمد، ده حط الزبده كده. هو اساسا طبيعي معمول بالزبده. بسم الله. ده ما فيش حد بيعملها هنا في السويس ده خالص، ما حدش تلاقي. ده انا بسافر لها مخصوص القاهره دي. ومش هتلاقي بنفس الكواليتي ده. ايه يا معلم ده يا معلم؟ خش بقى ودوق وقول لي ايه رايك. حاجه خيال. عامه ده النخاع ده في حاجه اسمها نخاع وفي حاجه اسمها مخاع. ده الفرق بينهم. ده المخاع اللي هو داخل جوه مواسير الكوارع. النخاع ده اللي هو موجود في سلسله الظهر، اللي هو ماسك من المخ. ده العجل كله موجود منه فيه تقريبا ربع كيلو. ربع كيلو، يعني ممكن تكون ده بكل ده في عجل واحد. الفرد اللي احنا بننفرد فيه بننفرد هنا في السويس. الحته دي مغريه. دي مغريه دي. بص بقى يا حاج احمد، بسم الله. ايوه والزبده مديها معليه. دي تفتح تحس طعم الزبده مع طعم النخاع، مديك طعم جامد قوي يعني. انا عايز اقول لك ايه، دي حته كده ناخد حته كده. لا هي مع الفته والدقه هي بتتاكل بجميع الاشكال على اي وضع بيعجبك. رهيبه. تعالى اسال عليها هنا، هتيجي تدوقها وتقول لي ايه رايك، وهتقول لي الحاج انور يا معلم ربنا يبارك لك. حكايه ما تسافرش. لا تعالى هنا. في حاجه ثانيه بقى انا عملتها عشان الشباب اللي طالع جديد ده. انا عامل الجره دي بتاعت سيفود. ايه اللي جابها هنا؟ لا ده انا عملتها بطريقه جميله قوي. بص بقى انا عملت سكيلت بسكوت، اللي هو عباره عن ايه؟ هناخد الزبده كده الشغل ده بقى طبعا شم الريح. انا عايز اقول لك انا موهوم اصلا، مش محتاج كلام يعني. ده كبده وسجق وايه بقى؟ كبده وسجق وكفته، فلفل الوان، بصل، فلفل رومي، قصه بنت لذينه معموله بالزبده. ده بقى شباب وكبار وصغيرين، حاجه ايه دي؟ اختراع. ده اسمه سكيلت بسكوت. يعني انا اجي اقول له عايز سكيلت بسكوت. اه. طب كام ده بقى يا فندم؟ ده عليه عرض بالشو ولا من غير الشو؟ بالشو. طيب هو ب 250 جنيه ب 200 جنيه. الكبده بلدي. اللهم صل على النبي.
الكبده دي دي ما تتاكلش كده، دي تتاكل متغمزه كده، تروح حته تانيه خالص. اعمل كده؟ ايوه ماشي. نخش كده، ايه رايك؟ طبعا احنا ممكن نجربها بطريقه ثانيه. بص كده بقى، بص عوصه كده في السمنه كده، بسم الله. احنا هنجيب حته عيش بقى. بمناسبه العيش يا جماعه، احنا العيش ده احنا بنعمله مخصوص عندنا هنا اهو. ده معمول باللبن البودره. الصريف عامل ازاي؟ استحاله تلاقي بيه كده. بص بقى انا هعمل حاجه، يعني احنا هناخد حته من خدها بالطحينه، خدها بالبغنوج، خدها بالسلطه. وناخد حته كفته. تمكس يعني. نعمل ميكس. ماشي. هو ايه؟ بس انا عايزك تقول بما يرضي الله، انا هسيبك من التصوير، انا عايز حاجه بما يرضي الله. عايز توصل حاجه للزبون، حاجه وحشه قول لي وحشه. ايه رايك؟ وحشه ايه؟ يعني والله ما تطلع من بوقي. بص والله مش عشان قاعد معاك. بص بسم الله. يا احمد العالم. كل اللي في السويس عارفين يعني ايه المسلم. انا مش هزايد. احنا هنعمل بقى حاجه كده صغيره قبل ما تنزل. انا شايف الملوخيه جايه هناك. دي ملوخيه دي ولا ايه؟ ملوخيه ناخد الحته دي عشان ايه؟ عشان الدهون الثلاثيه. طب اقول لك على حاجه ثانيه، سيبك من ده. سيبنا من ده. انا عمال اسيب لا ده انا جاي لك اهو. تعالى بقى يا احمد. الناس كلها بتسافر القاهره عشان شو الملوخيه. انا عملت لك بقى الملوخيه هنا اهو، اسمها ملوخيه المسلم. الملوخيه ايه؟ بص الملوخيه عندنا عامله ازاي؟ لا ده انا عايزك بقى تاكلها كده، تاكل فتة ملوخيه. بص دي بقى اسمها فتة ملوخيه، مش هتاكلها غير عند المسلم. تروح مصر، تروح هنا، المسلم واحد بس. دوق كده بقى يا استاذ احمد وقول لي ايه رايك. الناس اللي بتسالني على الملوخيه، الملوخيه بتفاصيلها. ملوخيه يعني ملوخيه مش ميه. بص ملوخيه، بص الملوخيه عندنا مش ملوخيه مثلا شوربه وعليها شويه، لا ملوخيه زي الحاجه اللي كانت بتعملها في البيت كده. بص احنا بنجيب النخاع اللي جوه مواسير الكوارع وبنعمل بيها التقليه بتاعت الطومه بتاعتها، عشان النخاع بتاع الكوارع. النخاع بتاع الكوارع بنسيحه وبنعمل بيه التقليه بتاعت الطومه بتاعت الطشه بتاعت الملوخيه عشان تديك الطعم الجميل قوي ده. انا عايز اقول لك حاجه ثانيه بقى. لا انا مش عايز تشبع مني، الموضوع كبير. ده مش قادر. الموضوع كبير قوي. تعالى بقى يا احمد كده، ده طبق المشكل الحمش بتاع مطعم المسلم الجعويني. بص بقى الطبق ده فيه شغل ابن لذينه. بص بقى يا حاج احمد، الطبق ده فيه امكانيات مش موجوده. بص طحال، انا عايزك بص طحال، بص حاجه شغل اللي عامل ازاي. بص مهري. انا عايزك تجرب كده وتدوق وتقول لي ايه رايك بقى في الطحال. يا جماعه الطحال ده كمان اي حد عنده انيميا ياكل من الطحال ده ويزود منه. الطحال ده صغير صح؟ الطحال ده بتاع عجل كندوز. بص الضره، بص الضره وما ادراك ما الضره. دي لحمه دي ولا لا؟ ده لسان. عشاق اللسان. طبعا انت جيت عند المزرعه وشفت الجمال. بتعمل ايه بالجمال؟ اهي هوبا كفته جملي. كفته جملي. بقول لك على حاجه. انت دي ماشي. كل انت اللسان وانا موافق. ناخد الكفته جملي. بسم الله. ده مش بنعمل بيها كفته بس، وبنعمل كمان السجق منها. بص بقى السجق. صلى على النبي. دي اسمها نفوس لحمه الراس. انت عايز منها حاجه؟ لا كله. النفوس بقى والمخاع ده انا عايز بقى ادوق الممبار ده. بص الممبار، بص الرز وتفاصيله. بص رز مفلفل جوه الممبار. دوق يا استاذ احمد. والله انا يا بختي معلم، انا وراه اللي بختي يعني. بص مفيش دلع اكتر من كده. بس انا بحب الخلطه بتاعت طبعا زي ما قلت لك كده، استاذ احمد هناك في المزرعه كل الحاجات دي
انا عشان اوصل للكواليتي اللي احنا فيه ده، الحاجات دي انا بزرعها عندي في المزرعه. انت كل ده زرع طماطم والحاجات دي كل ده انا زرعه على سبيل ان انا اوصل للطعم اللي انت شايفه، واوصل لكواليتي محترم للناس وتوفيق عند ربنا يعني. انا برضه عشان من زمايلنا بنيجي احنا متربيين كلنا في الغريب وعارفين يعني ايه الجعويني. اول ما بفكر اكل تقطيع اول حد بيجي في بالي مسلم الجعويني. حبيبي الجعويني ده لازم. حبيبي ربنا يحفظك. احنا صغيرين. ربنا يحفظك. وكمان انت لو في تركايه بنيجي نقول لك والله يا معلم انور في تركايه على طول بصلح بغير طبعا. طبعا تضررك في الموقف. احنا فاتحين وشغالين عشان الزبون وانا عايزك انت طالع من عندي مبسوط ومرتاح وحاسس ان انت اكلت ودفعت فلوس في حاجه كويسه واستفدت بيها وانبسطت كمان منها. مش جايبك هنا عشان اخد الفلوس اللي في جيبك وخلاص، لا 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 خالص. يعني ان احنا نروح المزرعه ونشوف الزرع. كان الطماطم يعني انا فوجئت ان انت زارع طماطم وزارع خيار وزارع فلفل. يعني بامانه كانت جوله لذيذه حبيبي، وانتوا نورتوني ونورتوا مطعم المسلم طبعا المفروض نقدمها للناس. والله انا عامل عروض كويسه. ممكن اكون اجلت العروض شويه لرمضان. عاملين في رمضان شغل جامد قوي. جميل. وانتظروني في الفيديو اللي جاي عشان اقول لك عروض رمضان والشغل اللي جاي بتاع رمضان جامد قوي. قبل رمضان طيب. طيب. قبل رمضان احنا عايزين من هنا لرمضان. قبل رمضان عامل طاجن الملوخيه ده. جميل. كان ب 75 جنيه ب 50 جنيه. جميل. عملت طلب المشكل من بدل 100 جنيه يبدا من 90 جنيه. يبدا من 90 جنيه. يبدا من 90 جنيه حسب ما انت مضايق. دلوقتي هم هيجوا يسالونا طب الطبق اللي قدامكم ده هيعمل له مثلا كام؟ الطبق اللي قدامنا ده حوالي كيلو الا ربع. جميل. ب 300 جنيه. جميل. طيب يعني احنا بنتكلم في كيلو 400 جنيه؟ 400 جنيه. ولو انت بقى عاوز تعرض في عروض طبعا احنا بقى قلنا ايه الكوارع. ايوه ب 80 جنيه 80 بدل 100. بدل 100. والبسكوته؟ البسكوته ب 200 بدل 250. 200 بدل 250. وكان في بقى النخاع. طاجن النخاع ده ب 300 ب 250. ده كل السويسه؟ الكل السويسه. واللي بره السويس؟ ولاي حد هيجي في مطعم مسلم. طيب بما ان احنا في مطعم المسلم فانا بشكر المعلم انور على استقباله لينا هنا في المطعم ولا في المزرعه. التجربه انا بالنسبه لي كانت مفيده، وان انا اشوف مرحله الاكل من اولها لاخرها، كان الزرع او كان تربيه او تسمين الابول عنده هناك. الموضوع مختلف، تجربه مختلفه. احنا بنشكره، مش عارفين نقول لك ايه. حبيبي الزحمه نورتونا. نورتونا الزحمه. اتفضل. انا ايه هكمل انا. اتفضل براحتك عيش. يعني احنا هنكمل بقى. اتفضل الزحمه. اتفضل.